السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكل متابعينا على القناة، أهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد وحلقة جديدة على القناة المفضلة لديكم. فضلا وليس أمرا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد. أحوال الرياضة في مصر يا جماعة لا تصر عدو ولا حبيب، البقاء لله للكرة المصرية. لجنة الانضباط باتحاد الكرة بتقدم استقالتها بعد التجاوزات والتطاول عليهم من المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك. ما زالت قناة الزمالك، ما زالت منصة الزمالك الإسفاف على كل من يقف أمام نادي الزمالك. أي حد هيجي ضد نادي الزمالك مش هيرحموه، وده اللي تم من المستشار مرتضى منصور. اتهامات للجنة الانضباط، تجاوزات للجنة الانضباط، مما أدى للجنة الانضباط برئاسة المستشار محمد عبده صالح بتقديم الاستقالة بالناس اللي معاه. الناس دي يا جماعة شغالة بدون مقابل، الناس دي شغالة عمل تطوعي، الناس زهقت، الناس قرفت، قالت احنا خلاص الأجواء الرياضية في مصر خلاص شكلها مش حلو، احنا مش شغالين، وفعلا قدمت استقالتها. اتحاد الكوره رد على الاستقاله بعدم الموافقه على الاستقاله، قال لهم احنا مش موافقين على الاستقاله بتاعتكم، وانتوا هتشتغلوا زي ما انتوا شغالين. اي حد مخطئ هتعاقبوه، اي حد عمل تجاوزات عمل تطاول هتشوفوا ايه القرارات المناسبه ليه وهتعاقبوه بيها، واحنا هنبقى واقفين في ظهركم. ده الكلام اللي قاله اتحاد الكوره، رغم ان اتحاد الكوره عمل بيان ضد التطاول والتجاوزات اللي تمت من رئيس نادي الزمالك، الا ان البيان انا شايفه بيان ضعيف جدا، بيان ضعيف مفيش فيه اي قرارات. ايه نشجب، ايه ندين، فين القرارات اللي انت خدتها، فين الايقافات اللي انت عملتها؟ انت ايه يا عم، انت لسه ما زلت بتطبطب على مرتضى منصور؟ انا مش فاهم هي ليه الدوله بتطبطب على مرتضى منصور؟ ايش يكون هو مرتضى منصور في ايه يا جماعه؟ ليه لما بيخطئ ما بيتمش محاسبته؟ ليه لما بيخطئ ما بيتمش محاسبته؟ وكمان كان ردوا على لجنه الانضباط ان انا مش همتثل امامكم، مش هقف امامكم، مالكوش حق ان انتوا تحققوا معايا. التحقيق بيكون مع اللاعبين فقط وليس مع رؤساء الانديه. هل الكلام ده صح؟ لجنه الانضباط من حقها انها تحقق مع اي شخص اذا كان لاعب او رئيس نادي، وده اللي هيتم الفتره الجايه هيعملوه مع مرتضى منصور. طب لو مرتضى منصور ما استجابش لجنه الانضباط وما امتثلش ان هو يتحقق معاه، ايه اللي هيتم؟ قال لك ان هيتم رفع شكوى للفيفا ضد مرتضى منصور. طب يا جماعه احنا ايه اللي وصلنا لكل ده؟ ايه اللي وصلنا لكل ده؟ احنا ليه ايدينا مرتعشه؟ ليه ايدينا دايما بتطبطب على اشخاص احنا عايزين نعرف هي هويتهم ايه؟ ليه ما يكونش في عمليات ردع لكل من يخطئ ومن يتجاوز ومن يتطاول، بحيث ان يكون فعلا في رياضه، في منافسه شريفه داخل الاجواء المصريه الرياضيه؟ عايزين نفهم الايام الجايه جايه فيها ايه. النهارده لما كالتنبرج ده يطفش ويزهق ويجري من عندنا من البلد هنا يبقى في حاجه غلط. ده هو مصر ان هو عايز يعمل مؤتمر صحفي هيحكي فيه كل اللي بيحصل. يعني ايه يا جماعه يقول ان انا تم تهديدي؟ احنا خلاص سيرتنا بقت على كل لسان من بعد موضوع كلاتنبرج رئيس لجنه الحكام اللي مشي من مصر بعد التهديدات اللي حصلت له من جانب بعض الانديه. وفي ناس بتقول ان برضو مرتضى منصور هو السبب وراء هروب كلاتنبرج وهروبه وتقديم استقالته من رئاسه لجنه الحكام. مش فاهم المواضيع رايحه لفين، بس اللي انا شايفه اللي احنا داخلين في نفق مظلم اللي هيخلصنا منه لازم يكون في وقفه من الدوله المصريه تجاه كل من يخطئ ويتجاوز ويتطاول على اي رمز من رموز الكره المصريه. فضلا وليس امر اشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.